ما تحقق أهدافها وتفشل لأن الجمهور ما مفتهم. ماكو وضوح من قبل النخب أو من قبل القيادات مع الجمهور، لذلك يفشل المشروع التغييري. حتى أنه قضية جهاد التبيين أساسية، أنه حتى الناس تفتهم. ليش عود بس المسؤول هو لازم يفتهم وهو لازم يعرف؟ والطالبة تقول لي ليش ماكو وضوح؟ يقول إحنا ماكو وضوح لأن خاف الأعداء يكشفون خططنا ونفشل. أنتوا قاعد تفشلون بدون ما قاعد يكشفونها، قاعد يصير فشل أكثر من مسؤول. أنا هذا السؤال وجهته إليه، ليش ما عندكم وضوح مع الجمهور؟ يقولون إحنا ما نقدر نوضح للجمهور لأن خاف تفشل الخطط من قبل الأعداء. أمير المؤمنين سلام الله عليه أول ما إجى إلى الكوفة قال لهم لا سر بيني وبينكم إلا في حرب. الحرب الحرب بيسر، يصير أسرار وعدو يتربص العدو، بس كثير من الأمور ليش ما يصير بها وضوح؟ ليش إذا أكو مشكلة وموجود مسؤول طرف من الأطراف عليها وضح، قل للناس هذه المشكلة. لذلك الإمام الحسين عليه السلام بين بالخطبة، جمع جيش الحر بن يزيد الرياحي، وهذا كان جيش هو أول جيش قطع الطريق عن الإمام الحسين عليه السلام. الإمام بين لهم مباشرة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله ناكثا لعهده يعمل بعباده بالإثم والعدوان. من البداية الإمام الحسين عليه السلام وقال لهم ألا إن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان. شخص بني أمية